أسعد الله صباحكم ومساءكم أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 3 أخبار منهم واحد حزين واثنين يعتبر تصريحات تحفيزية للمنتخب المغربي. أول تصريح معانا المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا هيرغون بروس بيتوعد للمنتخب المغربي، وانت اللي جبته لنفسك خد بالك، غياب حكيم زياش عن المباراة المقبلة في أولى مباريات المنتخب المغربي في الدور ال16 أمام جنوب أفريقيا. رئيس بلدية سان بيدرو بيطلق على اسم شارع رئيسي في سان بيدرو باسم حكيم زياش، وبسبب هذا الانتصار وبسبب هذا الهدف تواجد منتخب كوت ديفوار إلى الدور ال16. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا، مش هطول عليك، حط اللايك، بارتاج، شير الفيديو. المدير الفني لجنوب أفريقيا هيرغون بروس بيتوعد للمنتخب المغربي وبيقول لك في تصريحات يعني عبيطة قوي إن هو بالفعل قدر يفوز على آخر مباراة في تصفيات كأس أفريقيا على المنتخب المغربي 2-1. ولكن يا عزيزي كلنا عارفين إن المباراة ديت كانت بالنسبة للمغرب تحصيل حاصل، الموضوع ما كانش مهم قوي، خلاص كانوا صعدوا للمركز الاول، ويا دوبك جنوب افريقيا هي اللي جايه من بعيد، هي اللي كانت محتاجه هذا الفوز. ولكن انا هعتبر التصريحات ديت حاجه تحفيزيه لمنتخب المغرب. للاسف الشديد غياب حكيم زياش للاصابه بشد في العضله الضمه او الخلفيه، التقرير الطبي ما حددش بالظبط، ولكن طبعا كلنا عارفين ان حكيم زياش من القوام الرئيسي للمنتخب المغربي وغيابه هيكون مؤثر جدا. ولكن انا عندي تفاؤل في باقي اللاعبين برجولتهم في ارضيه الملعب، ما شاء الله كان متصدر المجموعه السادسه ب7 نقاط كاملين، فوق 2 فوز 1 تعادل. والغريب في الامر ان كمان رئيس سان بيدرو بيطلق على شارع رئيسي كبير جدا باسم حكيم زياش المغربي. يعني ما شاء الله زي ما احنا قلنا ان الرياضه بصفه عامه بتبقى سفراء لبلدانهم. تخيل ان المنتخب المغربي ما شاء الله بسبب فوزه الاخير على زامبيا 1-0 وصعود بشق الانفس لمنتخب كوت ديفوار، البلد المنظم، البلد اللي صاحب جمهور كبير جدا، منتخب المغرب في الدور ال16 هيتواجد معاه 2 جمهور، الجمهور كوت ديفوار وجمهور المغرب. اناشد كل محبي المنتخب المغربي بالتوجه بالدعوات بالتوفيق لمنتخب المغرب، الاعين والتربص على المنتخب الوطني المغربي والمنتخب المصري ومنتخب بريطانيا بعد اقصاء منتخبات المفروض اللي هي كانت كبيره بتاريخها، ولكن كلنا عارفين ما بني على باطل فهو باطل. طبعا اقصاء منتخب الجزائر ومنتخب تونس كانت صدمه للجزائريين وكانت صدمه للتونسيين، مع العلم ان الاداء كان واضح اصلا من بدايه التصفيات اللي فاتت، كلنا عارفين ومتاكدين ان اللي بيجتهد هو اللي لازم يجني الثمار. احبائي الكرام، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.